استاذ صبحي. ازيك يا استاذه؟ الله يسلمك، ازي حضرتك؟ ازي يا استاذ؟ ازيك يا استاذنا؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بحضرتك. انت بتتكلم على القانون المصري. القانون المصري قانون جاحف على الراجل قوي. يعني جاي مع الست وتعب الراجل قوي. انا جد عندي 71 سنه. سليم؟ ايوه. ابني بره في الكويت، ابني بره مسافر بره. انا بيجي لي حبس ان انا ما دفعتش نفقه للزوجه. الزوجه هنا حضرتك اتجوزت، سليم، وانتقلت الحضانه بتاعت احفادي على الورق لامها، ولكن ولم تتحرك من بيت البنت. يعني حضانه احفادك مش اولادك؟ احفادي. احفادك. راحت فين حضرتك؟ لما الام اتجوزت راحت الام دي قانوني، ده على الورق، القانون المصري، سليم. راحت الام، لكن البنت ما زالت مع امها، في حضن جوز امها، بتسهر مع جوز امها، بتبات مع جوز امها بتروح الشغل بالليل بحكم شغلها حضرتك، وهي البنت مع جوز امها ليلا بتنام معاه 24 ساعه، تقعد معاه 24 ساعه، بيغلق عليهم باب. ادي القانون المصري. القانون التايلاندي اللي بيعبدوا الفئران ما عندهمش كده. قانون ما قبل الاسلام في الهجره، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح فين حضرتك؟ للاب، للجد. طب هو بس يا استاذ طب صبحي، هو رسالتك وصلت وانا هرد على حضرتك. احنا فهمنا رساله حضرتك تمام. وهنرد عليك. الفكره كلها مش في القانون، الفكره في تطبيق القانون. اولا اي حاجه قبل اي حاجه ما نقدرش نشكك في قانوننا، هو لا، دستور هو وماشيين عليه. فما الفكره نقدرش سيادتك، نشكك انا هرد فيه على طبعا. حضرتك في كلمه واحده. حضرتك تقدر اتفضل. تثبت ان الحضانه غير منقوله على الواقع بكافه طرق الاثبات. سيادتك ممكن تعمل محضر اثبات حاله مع تحريات المباحث، مع شهود، هو مع في سؤال كلامه الجن، هو في وتقدر ان كلامه انت حضرتك تروح وتثبت هذا الكلام وتسقط الحضانه عنها. لكن بالنسبه للتسلسل الحضانه فده تسلسل شرعي. يعني الاب ملوش حضانه على اولاده، لان الاب هو ولايته ولايه كامله، فالحضانه ده جزء من الولايه. جزء من الولايه. فبالتالي وخاصه ان البنت بتبقى محتاجه والدتها في فتره وفترات معينه، كل ما تكبر بتحتاج والدتها خلاف الشاب. فحضرتك ممكن تثبت بكافه طرق الاثبات ان مفيش على الواقع نقل حضانه. طب هو هنا بيشكك، يعني كلامه فيه تلميحات، بتنام في البيت بتاع جوز امها وبليل ونهار مع جوز امها، ده معناه ان هو ايه؟ بيتهمهم اتهام صريح بحاجه. هل ممكن ان هو يتهم مامتها ان هي مش على يعني اخلاقها؟ يعني لو شكك في اخلاق الزوجه او في اخلاق مرات ابنه، او في اخلاق جوز الام، ممكن ما هو ساعتها الاثباتات دي مش هنقدر نثبتها غير اذا كانت البنت نفسها لو حصل البنت هي اللي حاجه تشتكي. يعني اشتكت لمامتها، ممكن تشتكي لمامتها تقول لها طب انا هعمل ايه في الحاله دي؟ انا هخرب بيتي. بيحصل حالات كتير في المجتمع. هو كل ما في الامر هو من حق الجد او من حق الاب لو موجود ان هو يعمل دعوى اسقاط حضانه في المحكمه ويثبت بكافه طرق الاثبات، ومنها شهاده الشهود ومنها المعاينه ومنها تحريات المباحث. كل ده تقدر تثبته في المحكمه. لكن ما يتثبتش الا لما يحصل شكوى. والله يا فندم هو يقدم وبعد كده عليه عبء الاثبات. طيب.